نريد أن نصف الوضع القائم الآن في بلاد القبائل وغيرها من البلدان، من المناطق التي تضررت بهذه الأزمة. يعني الوضع إلى أي حد وصل، إلى أي مدى وصل من الخطورة؟ في الحقيقة الوضع خطير، خاصة في بعض المناطق، يعني منطقة القبائل ومناطق أخرى في الجزائر يعني تضررت بسبب هذه الاضطرابات الجوية الكبيرة. فهناك موتى، وهناك ومما نعلمه علم اليقين كلمات ما لقاوش يعني فرصة لدفن موتاهم نظرا لكثرة الثلوج، وهناك أيضا نساء حوامل يعني لم يجدن يعني فرصة لوضع لإنجاب أولادهن إلا هناك اللي ينجبوا في الشارع في الطريق يعني ولا في داخل السيارة وشيء من هذا القبيل، وهناك اللي يوصلهم الحمد لله بتدخل طبعا كل من موقعه. هناك تعاون مثمر بين كما يقول الجهات الرسمية والجهات الشعبية، وهذه أيضا من فوائد هذه الأزمة أنها خلت تكاتف الجهود، تضافر جهود الرسميين والشعبيين كل من موقعه إنقاذا لهؤلاء وخدمة لهؤلاء. هناك فعلا مناطق متضررة، نقصان الكهرباء أو انعدام الكهرباء والغاز أيضا، وكذلك المواد الغذائية والأدوية والأغطية، يعني أزمة متعددة الجوانب. طيب نتوجه الآن إلى ذكرت بعض ردود الأفعال التي وردت ونبعت من الأشخاص بحد ذاتهم بتبرعاتهم، من المحسنين أيضا الذين تبرعوا. ما هي الحلول التي وضعت كحلول نظامية كخلايا أزمة مثلا لكي تحتوي هذه الأزمة؟ نعم صحيح، شكلت خلايا أزمة مثلا في منطقتنا، هناك خلية أزمة تحت إشراف السيد الوالي مباشرة، وبتعاون أبناء المنطقة كل من موقعه. وهذه خلية الأزمة تتابع الأحداث عن كثب من خلال معرفة المنطقة المتضررة أكثر، وكذلك طبيعة المشكلات والأزمات التي يواجهونها، وكذلك الجانب الإعلامي أيضا له دور كبير من خلال الإذاعة المحلية على وجه الخصوص التي أدت دورها حقيقة من خلال التواصل المباشر مع القرى والمداشر ومع رؤساء البلديات ومع رؤساء الدوائر ومع الناس الذين يتموقعون في هذه الأماكن المتضررة. فالمعلومة مهمة جدا، فنعرف مثلا المنطقة الفلانية تحتاج إلى عندها أزمة كبيرة جدا مثلا في الغاز، فتتجه الجهود إلى تلك المنطقة إنقاذا لها وتأتي معلومات جهة أخرى، وهكذا. يعني خلية أزمة تتابع الأحداث عن كثب وتقدم الحلول الممكنة في الوقت المناسب. وإذا حصل تأخر هذا شيء طبيعي طبعا. هناك أيضا أئمة المساجد أدوا أيضا دورهم في هذا الباب من خلال دعوة الناس إلى الصبر وإلى الاحتساب وإلى الإيمان واليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبذل المزيد من التضحيات، وأن الإنسان يؤجر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإيمان ينفعنا كثيرا، ينفعنا في كل وقت، ولكن ينفعنا في وقت الأزمة أكثر. هذه الأزمة ولدت أو أبرزت ثقافة النصرة المتجذرة في عمق المجتمع الجزائري. الأزمة تلد الهمة. أكرر ما قلت، يعني الشاعر الذي كان يقول: جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال. فمن مظاهر النصرة التي ترجمت قوله تعالى في القرآن الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وترجمت قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وترجمت أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم منها: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إلى آخره من الآيات والأحاديث تتحدث عن التكافل. هذا التكافل ترجم، وهذه الثقافة النصرة ترجمت من خلال هذه الأزمة. ومن مظاهرها نجد المساجد التي بادرت إلى جمع التبرعات من المواطنين والمواطنات، من الأهالي، من الرجال والنساء والصغار والكبار في المساجد، وتولت من خلال طبعا أصحاب الوسائل وأصحاب الشاحنات ووسائل النقل إلى آخره، تولت هذه المساجد يعني مهمة إيصال تلك المواد
الأغطية والمواد الغذائية المختلفة إلى آخره والأدوية وغيرها، تكفلت بإيصالها إلى المناطق المتضررة والقرى المنكوبة حقيقة. وكذلك من وجوه النصرة أيضا لتبين ثقافة النصرة تجنيد الشباب وهم يغامرون، يستخدمون فتوتهم وقوتهم وطاقتهم، يغامرون بأنفسهم بالاتصال والتواصل مع هؤلاء المنكوبين في القرى والمداشر، يغامرون يعني هذه المغامرة ويضحون. نعم بارك الله فيك، يضحون بكل ما يملكون من أجل نصرة إخوانهم وأخواتهم المتضررين والمتضررات. وكذلك الرجال المال والمحسنون هؤلاء أيضا برهنوا عن صدق نيتهم وعن إخلاصهم وعن نصرتهم لهؤلاء من خلال دعمهم اللامحدود بالمال وبكل ما يملكون، والذين يملكون الشاحنات وكل من يملك أي شيء يقدمه. قد ترى هكذا يعني شخصا في الشارع يرى شاحنة تجمع الأغطية والمواد الغذائية إلى آخره، يعني يخلع البذلة نتاعو ويسلمها لوجه الله تعالى. والمرأة أيضا تفتح خزانتها في البيت وتخرج ما تملك. فإذا كان الإنسان لم يستثمر إيمانه، مخزونه الإيماني اليقيني في مثل هذه الأزمة، فمتى يستثمره؟ فبالتالي إذن كل إنسان يدعم هؤلاء الإخوة والأخوات المتضررين والمتضررات بكل ما أوتوا. ونغتنم الفرصة لنتوجه إلى جميع المواطنين في كل من موقعه بمزيد من الدعم لهذه المناطق المتضررة، ونتمنى أن تظل ثقافة النصرة تلازمنا ولا تكون مؤقتة موضعية أو موسمية. نتمنى أن نترجم ثقافة النصرة في بلادنا في جميع أجزاء الوطن، وكذلك في أجزاء الأمة ككل. نحن أمة واحدة، لا يصح لنا إطلاقا أن نغلب ثقافة الحومة على ثقافة الأمة. نحن أمة واحدة، ربنا قال في القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا يمكن أن يحظى الإنسان المسلم بشرف الشهادة إذا لم يكن حاضرا، فالشهادة تقتضي الحضور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور بارك الله فيك، شكرا جزيلا، جزاك الله عنك بالخير. شكرا.